منور يا كبير، ليك وحشه والله. ما تشوفش وحش يا خديوي. معلش اعذرني، هعطل لك مصالحك في وسط النهار. لا ما تقولش كده يا كبير، ده انا لحم اكتفي من خيرك. كلنا هنا في خدمتك. تسلم، ده عشمي فيك يا ابن الاصول. اسره انا مش هطول عليك، بنتي ليها شكوى واتكلمت معايا فيها. عندك علم بشكوتها؟ ده عندي علم بغلطتها. الغلطه اللي هي بتكررها كانها سلسال ملوش نهايه ولا عقده. عشان كده اي لكه لكته عني، فهو كان رد فعل مش فعل. قول لي يا غلطت في ايه وانا ادبها بمعرفتي يا خديوي. لا انا جماعتي تتأدب بمعرفتها يا حاج، ما تتعبش انت حالك. بس انا ممكن اقول لك بنتك بتعمل ايه عشان تبقى راسي ومعايا على ميه واحده. صلي على حضره جمال المصطفى عليه الصلاه والسلام. الحق ملوش غير باب واحد، صح؟ صح. وانت راجل مش هتظلم. بنتك يا كبير لو واحده بصت لها في الشارع بصه تروح تحدق لها وتبخر لها وتعمل لها عمل. لو شافت واحده حلوه في الشارع وتغير منها، مش تقلدها بقى زي باقي النسوان، لا تروح تعمل لها عمل برضك. لو جوزها اتغير عليها شويه، اي ست بتعمل ايه؟ تقعد تتكلم معاه، لا تروح تعمل لي عمل. طب ده ينفع؟ ده صح؟ هو انا متجوز ست ولا متجوز دجاله؟ انت عرفت الكلام ده كله ازاي يا خديوي؟ لا ما انا تربيتك يا كبير، لازم كل حاجه ابقى عندي علم بيها. وفي حاجات تانية ما ينفعش اتكلم فيها دلوقتي عشان مش وقتها. هحكي لك على اخر لقطه لسه حاصله النهارده. قاعد مع الواد فارس، بقالي كتير ما شفتوش. لقيتها متداخله وانا بتكلم مع الواد، وما يتقال له يا ابوك شايف لك شوفه تانية. طب ده ينفع؟ يعني ينفع يتقال الكلمه دي قدام العيال الصغير؟ عقلها عشان انا على اخري. ماشي، بس بمناسبة الشوفة بقى، بدي أسألك سؤال يا خديوي. في مرة تانية؟ مرة تانية ازاي يا حاج؟ هو صح تسألني سؤال زي ده؟ يصح أخاف على مصلحة بنتي، أنا مربيك يا خديوي. عمنا بنتك في الحفظ والصون، وانا ماشي معاها بما يرضي الله وبالاصول. بنتك ما بيأذيهاش غير نفسها وما بيسوحهاش غير شيطانها. وصلت؟ نورت يا كبير. اقعد اتغدى معانا.